قلت لك هات لي شخصية من عالم المانجا أو الأنمي أقرب للكمال، يبقى أنت أكيد هتقول لي أيانا كوجي، وطبعا عرفت ده من الصورة المصغرة يا عبقري. يا ابن اللعيبة يا فاجر. رحب بعمك أيانا كوجي. عد معايا: بارع في التلاعب النفسي، بيتحكم في الناس، مقاتل يدوي محترف، بيتكلم لغات، طباخ ماهر، بيتهوفن على البيانو، بيعمل حرف يدوية، ممثل، سباك، ميكانيكي، وبيطير وبيطلع ليزر. موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج. تخيل تكون بارع في ده كله وتدخل أسوأ فصل بمزاجك عشان تطوره. الفراغ وحش برضه، بس أنا لاحظت إن أنا وهو فينا حاجات مشتركة. أنا برضه كنت في أسوأ فصل. الباتشينو المانجا دي حاجة بسيطة في السي في بتاع الراجل ده. أيانا كوجي مش مجرد ذكي، ده نتيجة مشروع سري جدا اسمه المنشأة البيضاء، وده بالمختصر المفيد منشأة حكومية سرية بتعمل تجارب على الأطفال عشان يصنعوا الإنسان المثالي. وأيانا كوجي هو أنجح تجربة خرجت من مسادة الفيران دي. اتدرب فيها على كل المواد العلمية والفنون القتالية واستراتيجيات الحرب والسيطرة النفسية والكذب والتلاعب وأكل مال اليتيم، وإيه ده كله يا جدع؟ ده مش بني ادم، انت مش بني ادم. ذكاؤه خارق، مقاتل محترف، بارد وهادي زي بركة مية شمال فرنسا شهر 12 الساعة 8 بالليل. أتحدى أي حد فيكم يجيب لي اسم البركة دي. المكافأة أكيد مش جيف أواي دلوقتي، أنا بكح تراب، بس يمكن في المستقبل. لا ما افتكرش أنا منوفي، مفيش جيف أواي هيتعمل في القناة النكسة دي طول ما أنا عايش. ماني 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 ماني. المهم بيقرا تعابير الوش ودايما سابق ب10 خطوات، بيحب يتحكم من ورا الكواليس، وطبعا كأي متلاعب محترم أصحابه مجرد أدوات بيستعملها. ظهوره في الأنمي أول موسم كان بيبدأ غامض وهادي وبيتحكم في كل حاجة من ورا الستارة. الموسم التاني بيبدأ يكشف نفسه. أكتر حاجة عجبتني لما فشخ ريو مسكوا كلوا على بنت حرام. الموسم التالت بيظهر جزء من ماضيه، محدش عارف هو بيفكر في ايه. بيعرف يشتغل تحت ضغط. معرفش ايه المميز في ديت، ما كل المصريين بيعرفوا يشتغلوا تحت ضغط. عرفت تشتغل تحت ضغط؟ طبعا. انا طول الوقت بعود نفسي ان انا اعرف اشتغل تحت ضغط، ده لو وصلت له اصلا. لا ما تشاورليش، ما تشاورليش، تعالى اشتغل انت، ما انا مش حاوي، انا ما بحبش الوقت. فتخيل لو وحش المشاعر ده واجه الوحش السايكو يوريتشي من لعبة الأصدقاء، وأنا عملت مقطع عنه قبل كده، فروح شوفه ما تبقاش علم. وقبل ما تروح تشوفه حط لايك واشتراك عشان الفيديو الجاي هيكون أيانا كوجي ضد يوريتشي، مين هيكون الكسبان؟